بنات الامارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آم، رغم اعتراضي طبعا على افوره النيش يعني الافوره اللي بتحصل في جهاز البنات. بالنسبه للنيش، وان احنا بنجيب 15,000 طقم بنبقى مش لاقيين مكان نحط فيه حاجات النيش يعني، وفي الاخر مش بنستعملها قوي يعني، او حاجات ممكن ما نستعملهاش. الا ان بنوته امرايه بعتت لي قالت لي ايه الاساسيات اللي ممكن اجيبها في النيش، بحيث ان انا ما اكونش ايه يعني اوفر، وكمان ما يكونش ضغط مادي عليها قوي يعني، لانه كده كده احنا لازم نجيب الحاجات يعني الصيني والاركوبال وتقومة الشاي، لان احنا كده كده محتاجينها. لو عندي عزومة، عندي مناسبة، لازم يكون عندي حاجتي. فهنتكلم النهاردة عن الحاجات، عن جهاز العرايس يعني اللي في النيش، بس من غير أفورة. يعني كل واحد وإمكانياته، وكل واحد واللي يقدر يجيبه، مش لازم نأفور يعني. فهنتكلم يا بنات مع بعض عن طعمة الصيني بقى، وطعمة الشاي والقهوة وأركوبيل وأركو بايركس، وكل الحاجات اللي ممكن نجيبها بس من غير أفورة. هنبدأ طبعا بالملك، وهو طقم الصيني. طقم الصيني طبعا في منه انواع كتير قوي. طقم اللي هو بنجلاديش اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي هو بيبقى مسطح كده، الحاجات بتاعته بتبقى مسطحة، وبيبقى الرسمة بتاعته من على الحروف. وفي عندنا ده طقم تركي، باين طبعا من شكله. وده طقم يعتبر مصري، وده طقم مصري برضو. وفي طقم مصري اسمه فتحي محمود برضو بيبقى حلو، وده برضو طقم مستورد. وده طقم اماراتي. في طقمة كتير جدا، والطقم بيبقى تقريبا 165 او 164 طقم. احنا ممكن نجيب نص طقم عادي جدا، بيتباع برضو في المحلات، مفيش اي مشكلة. لو جبتي نص طقم بيبقى الاطباق والفناجيل بتاعه الشاي، بدل ما تبقى 12 بتبقى 6، وعادي جدا بيبقى تمام قوي ان انتي تشتريه، وبيبقى بنص التمن، فبيبقى موفر شويه، وبيبقى اسمك برضو جبتي طقم صيني كويس. مش شرط ان هو يكون يعني نشارات يعني، مش شرط الافوره في العدد. فده رايي يعني، انك ممكن تجيبي نص طقم كويس، يكون نوع حلو، نوع نضيف، ويكون الشكل حلو، وهيوفر لك في الميزانيه شويه. ده بالنسبة للصيني. وطبعا كل واحد وإمكانياته، وكل واحد و... وأدرى يعني بظروفه، اللي يقدر يجيبه مفيش أي مشكلة. تاني حاجة هنتكلم عنها طقم الأركوبال. طقم الأركوبال بيبقى شكله كده، والأطباق بتاعته بتبقى تقيلة شوية، وبتبقى ألوانه حلوة أو مبهجة كده. ده بيبقى هو بقى بيتباع اصلا كل القطع فيه 6 يعني. الاطباق المسطحة، والاطباق اللي هي بتاعت غرف الرز او الخضار، كل حاجة منهم بتبقى 6. وبيبقى معاه طقم شاي برضو، بيبقى الفناجيل 6، وبراد بيبقى شكله تحفة قوي برضو، وده ممكن تجيبيه او لا برضو براحتك. في عندنا بقى طقم الايركو بايركس. ده بيبقى شكله مختلف شوية. هو بيبقى يعني جامع بين البايركس والاركوبيل. بيبقى اخف شويه، اطباقه اخف شويه، وبتبقى الوانه برضو مختلفه عن الاركوبيل. وبرضو بيبقى القطع بتاعته كلها 6 قطع برضو. ويعني طبعا يعني ممكن تجيبي الاركوبيل او الاركوبايركس، يا ده يا ده. عندنا بقى التقومه اللي قدامنا دي تقومه عشاء. ده بيبقى الطقم عبارة عن 34 قطعة أو 30 قطعة، مش بيبقى عدد كبير. وده بتبقى ألوانه تحفة جدا، وبيبقى أرخص شوية طبعا. معظم الطقم اللي احنا شفناها الصيني والأركوبيل والأركوبايركس. ده التركي بقى بيبقى فيه شوية حاجات كده، شايلة الحلويات، وتبقى الأطباق بتاعته مختلفة شوية، مستطيلة كده، وبيبقى فيه الطبق اللي هو بتاع الحلويات برضو بيبقى تحفة قوي. ده بيبقى سعره قليل شوية، ده اسمه طقم عشاء. عندنا بقى دلوقتي ده طقم الخشاف. ده بيبقى 6 أطباق وبولة كبيرة كده. ده برضو ممكن نجيب يعني طقم منه، مفيش أي مشكلة. وعندنا هنا طقمة الكاسات. طبعا الكاسات بأشكالها وأنواعها، كاسات الآيس كريم، والكاسات بقى المشروبات العادية. في عندنا كاسات ألوان
في عندنا بقى الكاسات اللي هي البوهيمي دي بتبقى اسعارها عالية شوية، وفي الاماراتي، وفي اللي هي بتبقى كرتونة كده على بعضها، بتبقى كذا عدد، يعني كذا نوع كاسات، ممكن 18 قطعة ولا حاجة، بتكون الكاسات مختلفة في الشكل وفي يعني بتبقى حلوة برضو، موفرة شوية. عندنا كمان طقم الشربات، هو انا مش عارفة ايه لازمته يعني، بس هو يعني عادي ممكن تجيبيه او ما تجيبهوش، بس هو من الحاجات برضو اللي هتلاقيه في محلات جهاز العرايس. ده بيبقى عبارة عن دورق كده وست كاسات او ست آم، كوبايات طويلة شوية، وبيبقى له رسومات معينة كده. في منه برضو نوع البوهيمي بيبقى حلو، ده برضو عايزة تجيبيه، هو بيبقى شكل برضو يعني. عايزة اقولك عندنا كمان طقم الشاي. طقمة الشاي بقى يا بنات بتنقسم لحاجتين، يا اما طقم بيبقى عبارة عن البراد والفناجيل والاطباق بتاعتها، او بيبقى معانا الطقم اللي هو بيبقى البراد والست فناجيل والاطباق بتاعتها، وبيبقى معاهم كمان 6 اطباق اللي هو تقديم الحلويات او الجاتوهات يعني. ده او ده برضو بيبقوا حلوين، ممكن تجيبي برضو طقم بينفع في العزومات، في المناسبات. وعندنا دي طقمة القهوة برضو، برضو من الحاجات اللي ممكن تجيبيها، بيبقى برضو يا اما 6 فناجيل بس، يا اما 6 فناجيل بالاطباق بتاعتهم، وكمان بيبقوا مزودين في طقمة الكنكة بتاعت القهوة، واشكاله بتبقى تحفة جدا، والوانه بجد بجد لما الواحد بيدخل المحلات بتاعت جهاز العرايس بيبقى يعني مش بيحتار يجيب ايه او ايه. دي شيالة بقى بتاعت الحلويات، برضو بتبقى من البند بتاع النيش او الصيني او الحاجات دي. تحفة برضو، ممكن تجيبي واحدة منها برضو، بتنفع في المناسبات. لو موجودة عندك في طقم التركي ده انت جبتيه يبقى خلاص. اتمنى يا رب ان انا اكون يعني جبت كل الحاجات اللي المفروض ان احنا نجيبها في النيش. وكل طبعا واحد وامكانياته، كل واحد واللي يقدر عليه. وانا عارفة ان احنا كأمهات نفسنا نجيب كل حاجة الحلوة لبناتنا، لكن طبعا يعني انا شايفة انه النيش ان احنا المفروض اكتر حاجة المفروض نقتصد فيها، نجيب الحاجات بالمعقول اللي هنستخدمها. والفلوس اللي ممكن نوفرها من بند النيش ده احنا ممكن نجيب لها بيه جهاز كهرباء يريحها، غسالة اطباق، مايكرويف، اي حاجة ممكن تسعف معاها في المطبخ او في حياتها عموما، تسهل عليها الدنيا. فده رأيي يعني، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.